السلام عليكم واهلا بكم بحلقه جديده من قناه يوسف الشمري. اما قربنا على نهايه الموسم قررت بحلقه اسوي لكم حلقه عن ابرز وافضل 7 صفقات صارت هذا الموسم. مبدئيا صفقات راح تكون على نوعين، النوع الاول هي صفقات قويه قدمت مستويات ممتازه هذا الموسم، اما النوع الثاني فهي صفقات قويه لكن ما توفقت هذا الموسم، لكن هاي صفقات لها مستقبل قوي ممتاز، وترتيب الصفقات راح يكون بشكل عشوائي، يعني لا من الاسوء للافضل ولا من الافضل للاسوء. بالمركز السابع صفقة انتقال الغيني سيرو جيراسي من نادي شتوتغارت إلى دورتموند مقابل 18 مليون يورو. قدم الغيني سيرو جيراسي مستويات ممتازة مع دورتموند بالدوري ودوري الأبطال. لحد وقت تصوير الحلقة لعب 43 مباراة وساهم ب 38 هدف، إحصائية ممتازة للاعب أول مرة يلعب مع نادي كبير مثل دورتموند. بالمركز السادس صفقة انتقال الفرنسي مايكل اوليسي من نادي كريستال بالاس الى بايرن ميونخ مقابل 53 مليون يورو. قدم اللاعب مستويات ممتازة مع نادي بايرن ميونخ، اللاعب عمره 23 سنة وقدامه مستقبل قوي. لحد وقت تصوير الحلقة لعب 48 مباراة وساهم ب 31 هدف. بالمركز الخامس صفقة انتقال البرتغالي جواو نيفيز من نادي بنفيكا الى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو. قدم مستويات ممتازة مع نادي باريس سان جيرمان بالدوري ودوري الابطال، وقدر ب 48 مباراة انه يساهم ب 14 هدف. لاعب بعد كلش صغير عمره 20 سنة وموهبة قادمة بقوة، وبالمستقبل قريب راح يكون من افضل لاعبين وسط بالعالم. ممكن تقول انه مبلغ 60 مليون يورو مبالغ فيش لاعب، لكن احب اقول لك هذا المبلغ اقل ما يستحقه. بالمركز الرابع عندنا صفقة غريبة، فبعد إصابة تير شتيجن حارس نادي برشلونة الأساسي بقطع بربط صليبي بمباراة الدوري مع فياريال، فقررت إدارة نادي برشلونة يتعاقدوا مع حارس جديد حتى يكون بديل لتير شتيجن، لأن ما عندهم أي ثقة بالحارس الاحتياطي بينا، فوقع اختيار على الحارس البولندي المعتزل تشيزني. الغريب بالصفقة هي شغلتين، الشغلة الأولى إن الحارس معتزل، والشيء الغريب الثاني هو الحالة البدنية للحارس، وبنفس الوقت ظهرت له بعض المقاطع وهو قاعد يدخن. كل جماهير العالم استغربت من الصفقة، إلا إدارة برشلونة وهانز فليك رهنوا على الحارس إنه راح يقدم مستويات ممتازة، وصدق هذا الشيء اللي صار، وتشيزني حاليا من أفضل حراس العالم، وقدر 27 مباراة انه يطلع ب 13 كلين شيت و60 تصدي. بالمركز الثالث صفقة انتقال جورجي كفارا من نادي نابولي إلى باريس سان جيرمان مقابل 75 مليون يورو. قدم جورجي مستويات ممتازة مع باريس سان جيرمان، وقدر خلال 22 مباراة انه يساهم ب9 أهداف. صح الإحصائية مو أفضل شيء، لكن لاعب عمره 24 عنده مستقبل ممتاز. بالمركز الثاني صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان الى ريال مدريد بصفقة انتقال حر. قدر الفرنسي خلال 50 مباراة انه يساهم ب 36 هدف، صح الاحصائية ما تعتبر افضل شيء، لكن لاعب بداية الموسم كان قاعد يتأقلم، والسبب الثاني انه نادي ريال مدريد بشكل عام هذا الموسم كان سيء، لكن تبقى صفقة مبابي صفقة قوية راح تشوفوها الموسم الجاي والمواسم الجاية. بالمركز الاول ما راح تكون صفقة لاعب، لكن راح تكون صفقة مدرب، وهي صفقة الالماني هانز فليك الى برشلونة. المدرب اللي رجع نادي برشلونة الى مستواه الطبيعي، وقدر يطلع افضل نسخ من هواي لاعبين مثل رافينيا وليفاندوسكي وبيزري وغيرهم من اللاعبين. المدرب اللي رجع برشلونة لمنصات التتويج. فبس هي حلقتنا، اتمنى عجبتكم، قدمنا بها عن ابرز وافضل 7 صفقات هذا الموسم. كان معكم يوسف او يوسف الشمري، ومع السلامة.